السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي. يلا بينا مع بعض نبدأ الدرس الثالث في الوحدة الأولى. بالنسبة للدرس طبعا سهل وبسيط، وما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة. عنوان الدرس بتاعنا اللي هو المشاركة في صنع القرار في بلدنا. يعني ايه مشاركة في صنع القرار؟ يعني إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار. يعني المواطنين بيبقوا مشتركين في اتخاذ القرار ده بقى بيعمل ايه؟ سواء القرار ده بيأثر على حياتهم ومجتمعاتهم. تمام. القرار ده يا اما بيأثر على حياتنا يا اما على المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. تمام. طيب احنا عرفنا المشاركة في صنع القرار. طيب يعني ايه اصلا صنع القرار؟ يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن تحديد بدائل متعددة واختيار الانسب منها لحل ايه؟ لحل مشكلة. طبعا لحل مشكلة او تحقيق هدف معين. طب يعني ايه اصلا تحديد بدائل متعددة؟ يعني انا عندي مشكلة او عندي مثلا هدف معين عايز احققه، علشان اوصل له بحط له كذا بديل اللي هو لتحقيق الهدف ده او المشكلة. بعد كده بختار الانسب منها. تمام. يبقى انا عندي فرق ما بين المشاركة في صنع القرار، يعني اشراك المواطنين في عملية اتخاذ الايه؟ القرار. القرار ده ايه بقى؟ قد يؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم. تمام. طيب صنع القرار اللي انا بحدد بدائل متعددة وبختار الافضل منها علشان احل مشكلة او احقق هدف معين. طيب تعالوا بقى نشوف القرار ده اللي انا اخدته. ممكن يكون طبعا قرار خاص بيا فردي، بيبقى قرار فردي او قرار جماعي. القرار الفردي ده ده القرار الخاص بيا انا. يعني انا مثلا عايزه اشترك في لعبه معينه، يبقى القرار ده خاص بيا انا لوحدي، انا اللي باخد القرار ده. طيب جماعي ده بقى بيبقى بيشترك فيه مجموعه من الاشخاص علشان ياخدوا القرار ده. تمام. يعني الجماعي ده هنعرف فيما بعد، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المدرسة أو على مستوى اللي هو الإيه؟ المجتمع. تمام. طيب في عندي حقيقة تاريخية لازم أخد بالي منها. بتقولي طبعا إن حرب 6 أكتوبر سنة 73 ده أروع مثال في المشاركة في صنع القرار. مين اللي اشترك فيه؟ اللي اشترك فيه جميع قادة الجيش المصري. تمام. طب مين وقتها كان رئيس الجمهورية؟ كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات. يبقى لو قال لي في الجزئية دي دلل على مثلا وجود مثال في اللي هو المشاركة في صنع القرار، يعني قديما مثلا او في التاريخ. انا عندي طبعا اللي هو حرب 6 اكتوبر سنة 73، ده مثال على المشاركة في صنع القرار. شارك في صنع القرار ده جميع قادة الجيش مع القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. تمام. طيب تعالوا بقى نروح لنقطة تانية اللي هو خطوات صنع القرار السليم. ازاي انا اعرف اخد قرار صح في حياتي؟ علشان اخد قرار لازم اعرف اللي هو فيه مجموعة من الخطوات لازم اقوم بيها. اول حاجة اللي هو تحديد المشكلة او الهدف. يعني ايه الهدف بتاعي؟ انا لازم احقق انا عايز ايه، يعني ايه الهدف اللي انا عايز اوصل له او المشكلة اللي بتقابلني علشان اعرف اخد فيهم قرار. تاني حاجة بعد ما حددت المشكلة بجمع المعلومات، يبقى جمع المعلومات. يبقى أولى خطوات صنع القرار تحديد المشكلة أو الهدف. طيب تاني حاجة إيه يا ميس؟ جمع المعلومات، اللي أنا بجمع معلومات عن المشكلة دي أو عن الهدف. بعد كده بعد ما أنا جمعت المعلومات بتيجي الخطوة الثالثة اللي هي وضع بدائل لحل المشكلة أو تحقيق الهدف، اللي أنا بقى بحط مجموعة من البدائل علشان أعرف احل المشكله دي او الهدف. تمام. طيب بيجي كمان مرتبط بيها جدا النقطه الرابعه اللي هي التفكير في ايجابيات وسلبيات كل بديل. تمام. بعد كده اختيار انسب البدائل، دي النقطه الخامسه. بعد كده بيبقى معايا برضو تنفيذ القرار المناسب. خلاص كده. طيب
افرض لو انا مثلا ما عرفتش احقق الهدف اللي انا عايزه اوصل له، او ما عرفتش احدد المشكله بتاعتي، اقف مثلا عند النقطه اللي هي الثابته، لا، ارجع تاني اعيد اللي هو طبعا اللي هو اختيار بديل اخر في حاله طبعا لم يصلح البديل الذي تم تنفيذه. تعالوا نبدا واحده واحده نراجع تاني. تحديد المشكله او الهدف، تمام. تعالوا حبايبي، وليكن اللي عايزين نشترك مثلا، او حد عايز يشترك في لعبة معينة، هو هيحدد الهدف بتاعه، اللي مثلا انا عايز اشترك في لعبة باسكت، تمام. هيبدأ تاني نقطة اللي هي جمع المعلومات، اللي هبدأ بقى على السوشيال ميديا ادور يعني ايه باسكت، وايه مثلا ازاي احقق اللي هو مثلا باسكت فيها او جول فيها بمعنى الاصح، تمام. بعد كده بحط بدائل لحل المشكله او الهدف. يعني طب افرض لو انا ما توفقتش في الباسكت، طب ما انا ممكن العب كره قدم، ممكن العب رياضه تانية، تمام. بعد كده بفكر في ايجابيات وسلبيات كل بديل. يعني يا ترى انا لو لعبت كره قدم، ايه ايجابياتها ايه سلبياتها؟ طب لو انا هلعب باسكت، بقعد افكر في كل ايجابيات وسلبيات للهدف ده، اللي هو كل ايجابيات وسلبيات في الحاجة اللي انا اخترتها. بعد كده بختار انسب او افضل البدائل اللي متاحة حواليا. ابدأ بقى اللي انا انفذ القرار ازاي؟ اللي انا اروح اشترك في اللعبة اللي انا خلاص اخترتها بالفعل اللي هلعبها. بعد ما انا بدأت العب اللعبة دي، حسيت ان انا مش متوفقة في اللعبة دي، او انا مش حابة اللعبة دي، ارجع بقى اختار بديل تاني. تعالوا بقى نقولهم ورا بعض. اول حاجة من خطوات صنع القرار السليم: تحديد المشكلة او الهدف. تاني حاجة جمع المعلومات. تالت حاجة وضع بدائل لحل المشكلة او تحقيق الهدف. رابع حاجة بفكر في ايجابيات وسلبيات كل بديل. خامس حاجة اختيار افضل البدائل. سادس حاجة تنفيذ القرار. لو أنا ما حبيتش مثلا اللعبة دي أو ما توفقتش فيها، هرجع أعمل إيه؟ أعيد اختيار بديل آخر وأطبق عليه نفس اللي هي الخطوات. وخلي بالكم يا حبايبي، كل خطوة مرتبطة باللي قبلها، ما ينفعش اللي أنا أحذف خطوة، لا، كلهم مرتبطين ببعض. طيب تعالوا بقى ندي أمثلة على صنع القرار، سواء الأمثلة دي هتبقى على مستوى الأسرة بتاعتنا، او على مستوى المدرسة، او على مستوى المجتمع. على مستوى الأسرة، يعني ان احنا بناخد قرار في البيت طبعا عندنا بيبقى قرار جماعي، ولكن الكلمة بتبقى مثلا اللي هو لبابا او لماما مثلا، يعني الكلمة بتبقى لبابا بعد ما احنا كلنا بنتشاور مع بعض، تمام. يبقى اول يعني في عندي مثلا زي من قرارات الأسرة زي تحديد مكان لقضاء الأجازة. ايه تاني؟ وضع قواعد تنظيم الوقت. ايه تاني؟ الاتفاق على شراء اشياء مهمة للمنزل، او اللي احنا نتفق اللي احنا نختار مثلا مدرسة جديدة لمثلا حد من ايه، من الولاد في الأسرة، تمام. طيب المشاركة بقى مع بعض في اللي هو اتخاذ القرار، ده بيساعدنا اللي احنا نتعلم قيمة التعاون وتحمل المسؤولية. طب على مستوى المدرسة، ان الفصل كله بيشترك في اختيار قائد الفصل، تمام، او اختيار نشاط مدرسي اللي هو بتشترك فيه، تمام. طيب برضو المشاركة في المدرسة اللي في صنع قرار معين او اتخاذ قرار معين، ده بيساعدنا في اللي احنا بيبقى عندنا تحمل مسؤولية، وبرضو قيمة التعاون واحترام آراء الآخرين. طب على مستوى المجتمع، في بقى عندي قرارات فردية أو جماعية بتأثر على المجتمع كله. القرارات دي بقى بتبقى متعلقة بالحياة العامة. زي ايه يا ميس؟ زي اختيار رئيس مجلس المدينة، تمام، او رئيس الوحدة المحلية في القرية. طيب ايه تاني؟ قرار بناء حديقة او انشاء مستشفى، تمام. طيب بالنسبة لقرار بناء حديقة أو إنشاء مستشفى، ده بيبقى خاص مثلا بالحي اللي هو بيبقى تبع المدينة دي اللي انت تابع ليها. المشاركة في المبادرات العامة زي حملات زراعة الأشجار أو النظافة،
تمام. وفي أمثلة كتير طبعا بالنسبة للأسرة وللمدرسة والمجتمع. تمام. طيب تعالوا بقى نروح لأهم نقطة برضو، أهمية صنع القرار. طيب يعني هو اللي أنا آخد قرار ده حاجة مهمة طبعا. ان انا اعرف اخد قرار خاص بيا او نعرف ناخد قرار جماعي، دي حاجة مهمة جدا. اول حاجة بتساعدنا بايه؟ طبعا اللي احنا نعيش حياة افضل. تمام. طيب من اهمية صنع القرار الشعور بالمسؤولية، يعني انت بتبقى مسؤول عن القرار اللي انت اخدته سواء فردي او جماعي. ايه تاني؟ بيعلمنا مهارة حل المشكلات. تالت حاجة التعاون والاحترام، اللي احنا كلنا بنتعاون في اتخاذ القرار لو كان القرار ده جماعي. تمام. تعزيز الثقة بالنفس، يعني انت لما بتاخد قرار وبتبقى مسؤول عن القرار ده ونجحت في اللي انت تاخد القرار الصح، ده بيعزز الثقة بالنفس. ايه تاني؟ اللي هي احترام آراء الآخرين، يعني انت بتسمع كل الآراء، وأنسب الآراء احنا بناخدها كلنا مع بعض. تمام. يبقى من أهمية صنع القرار أول حاجة الشعور بالمسؤولية، تاني حاجة حل المشكلات، تالت حاجة التعاون والاحترام، ها ايه تاني؟ رابع حاجة تعزيز الثقة بالنفس، خامس حاجة اللي هو احترام آراء الآخرين. تمام. طيب طبعا يا ولاد بكده نكون خلصنا الدرس الثالث، وطبعا من أهم الدروس ومن أسهل الدروس. وما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم في درس تاني.